السلام عليكم الأحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مطبخ حسناء. اليوم غادي نشارك معكم كيكة صحية 100% وكتجي زوينة رائعة بنينة ما نقولش لكم عليها، وراقية في الشكل ديالها ولا حتى في المذاق ديالها. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. انا كناخذ الخلاط الكهربائي كندير فيه 150 غرام ديال التمر. بالنسبه اللي ما عندهاش العبار فكتعمر كاس ديال العنبه مزيان، كتعمرو مزيان، يعني ديك التمر كتورك عليه حتى كيعمر ليها ديك الكاس، يعني كتجي واحد 15 تمره هكاك هي اللي كتعمر لينا الكاس، هي 150 غرام. هنايا كنحيد ليها العظم وتنديرها هنايا. من بعد تنزيد عليها المكونات الاخرى. هنا تنزيد عليها كاس ديال الحليب اللي تيكون بدرجه حراره المطبخ، وتنزيد هنايا 2 ديال البيضات اللي حتى هما كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، قبيصه ديال الملح بحال ديما باش نعدلوا الذوق، وهنايا عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، وتنضيف هنايا واحد الكيس ديال الفاني، يعني اختياري، تقدروا تضيفوا شويه ديال القرفه، وتندير كلشي يتخلط مزيان. من بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان ولا هكا فقاعات كيف ما كتشوفوا كيولي من الفوق بحال شي بغريره، تنزيد عليه هنايا عندي الكأس الاول ديال الفينو، وعندي هنايا نصف كاس، يعني بالمجموع كاس ونص ديال الفينو، وعندي هنايا 2 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات 16 غرام، بالمجموع ديالهم 16 غرام. لا تنخلط كلشي. بالنسبه للفينو تقدروا تعوضوه بالقمح الكامل، غير حيدوا منه ديك النخاله ديالو. وبالنسبه للقوام ديال هاد الكيك كيكون ثقيل شي شويه كيف ما كتشوفوا. عندي مول اللي تيكون دهنته بالزبده مزيان، وتندير فيه الخليط ديالي. في هذا الاثناء هذا كنكون مشعله الفران باش يسخن شويه. هنا كنقادها مزيان وكنضرب بها هكا فوق سطح العمل باش تقاد ليا من الفوق. هنا زدت هنايا شويه ديال اللوز والكركام قطعتهم هكا، وهنا وزدت شويه ديال الشكلاط اللي تيكون الشكلاط 75% ديال الكاكاو، حتى هو قطعته واحد شويه. المهم الفران تنشعلوه غير من التحت 180 درجه، وتندخلوا الكيك ديالنا باش يطيب، ما تياخذش بزاف ديال الوقت. هنا من بعد ما طاب الكيك ديالي كيجي بحال هكا، كيجي محمر. هنايا درت في طبق ديال التقديم ودرت عليه شويه ديال العسل. من الاحسن نديروا العسل اللي تيكون ديال النحل باش تجي الكيكه صحيه اكثر. هنايا كيف ما كتشوفوا راه كتجي معلكه وزوينه. هنايا غادي نقطع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، رائعه ما تشبعوش منها، فيها واحد الرائحه ما نقولش لكم. ما كتشوفوا تجي زوينه خفيفه وصحيه من الفوق. المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. شجعوني بالتعليق ديالكم واللايكات، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.